ابوك هو اللي كان عايز يسفرك؟ لا انا اللي كنت هموت واسافر عشان اجي قدام الدوم. انت جاي ايطاليا وانت عندك كام سنه؟ 16 ونص. دفعت قد ايه عشان تسافر عن طريق تركيا؟ 10,000 ونص يورو. 10,000 ونص يورو؟ جبت الرقم ده ازاي؟ ابويا كان عندنا حاجات باعها واستلفنا وجيت. انت مش شايف ان الرقم كبير قوي؟ وفي الاول كنا شايفين ان ايطاليا حلوه وبعد كده عادي الحال ماشي اهو. مش حاسس انك ظلمت نفسك؟ كل اللي في مصر حلم حياتهم كلهم، حلم الشباب كلها ان هي تيجي ايطاليا هنا وتطلع بره مصر. الطريق كان صعب ايوه، بس بعد كده عشان نرتاح ونريح اهالينا بعد كده. طب احكي لي ايه اللي حصل معاك في الطريق؟ انا طلعت من مصر على الكويت ترانزيت للامارات، كنت انا وبابا، وبعد كده من الامارات طلعت لوحدي على تركيا. ومن ابوك ما جاش معاك؟ ما هو كانت الرحله اخرها البابا الامارات وهو هيرجع مصر، وانا طلعت طياره تركيا. يعني ابوك جه معاك بس يوصلك للامارات ورجع عشان تاني؟ ما ينفعش اطلع من مصر وانا تحت ال 18. بعد كده طلعت من تركيا على بلغاريا، عدينا وقعدنا 8 ايام في الغابه، وبعد كده عدينا وصلنا نقطه التحميل، وبعد كده اتمسكنا، الراعي شافنا، رحنا اتمسكنا ورجعنا تاني اسطنبول. وبعد كده قعدنا يومين تاني في اسطنبول، وبعد كده رجعنا تاني، قعدنا 10 ايام في الغابه. 4 ايام كان معانا اكل والباقي ما كانش معانا اكل خالص. بعد كده الحمد لله عدينا ودخلنا بلغاريا، قعدنا فيها يومين وطلعنا على صربيا. طبعا دي كانت صعبه، كانت ثلج. وبعد كده طلعنا من صربيا على البوسنه، قعدنا شويه في البوسنه، طولنا اسبوع كده ولا حاجه. وبعد كده طلعنا على كرواتيا. كرواتيا ده اليوم كله كان ثلج، بتمطر ثلج وكده، كان الجو وحش. قعدنا يوم ونص في الميه، والنهر اللي بتعديه بيغرقك ميه. بعدها دخلنا سلوفانيا بعدها تاني يوم، قعدنا اسبوع كده عقبال ما ظبط المؤرب الرحله. وبعد كده دخلنا ايطاليا. شايف المشوار ده كله؟ ايطاليا بقى دي تستاهله؟